هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 21 من أكتوبر. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يستضيف الزميل أحمد شريف الأستاذ إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، ويتناول معه أبعاد فوز إذاعة أرينا بجائزة الشجاعة الصحفية في أفريقيا. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الكرام، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. تدهور الأوضاع المعيشية في إريتريا بسبب الحظر الصحي ونقص الإمداد البترولي. الرئيس الجيبوتي يرفض مقابلة الرئيس الإريتري. رئيس الوزراء السوداني يهني شعبه برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفيد مصادر لإذاعة أرينا بأن سكان المدن في إريتريا أصبحوا يعانون بصورة متزايدة من شح المياه وانقطاع التيار الكهربائي الدائم مع وصول الحظر الصحي والقيود على الحركة إلى شهرها السابع. وأكدت المصادر بأنه إضافة إلى غلاء أسعار المواد الغذائية وانعدامها في بعض الأحيان، فإن انقطاع التيار الكهربائي أصبح من الظواهر المعتادة، وكذلك شح المياه خاصة مياه الشرب. بالنسبة للأرياف فإن الضائق أكبر، خاصة مع الحد من الحركة بسبب الحظر، إضافة إلى انعدام السلع الأساسية. وتعذي المصادر الأزمة في البلاد إلى طول فترة الحجر الصحي من ناحية، وقفل الحدود مع دول الجوار حيث انقطع إمداد الوقود خاصة من السودان ودول الجوار، وأصبحت البلاد كلها تعيش في ضائقة كبيرة في الأرياف والمدن على حد سواء. أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة من أديس أبابا بأن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي رفض الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للقاء الرئيس الإريتري إسياس أفورقي في مدينة بهردار في زيارته الأخيرة إلى إثيوبيا والتي استمرت 3 أيام. وأكدت المصادر بأن الرئيس الجيبوتي لم يلبي دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، تأكيدا لموقفه الشخصي من اللقاء بالرئيس الإريتري، حيث كان قد رفض المشاركة في القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الصومال وإريتريا وإثيوبيا في كل من أسمرة وبهردار العام الماضي. وكان الرئيس الجيبوتي قد أكد أكثر من مرة بأن إريتريا هي مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، وأن رئيسها بشكل خاص يقف وراء تدهور الأوضاع في المنطقة، خاصة حالة اللا سلم واللا حرب مع جيبوتي. ورغم جمع السعودية للرئيسين في جدة وتوقيعهما اتفاق لحل الخلافات بينهما، إلا أن جيبوتي تصر على موقفها بأن تحدث إريتريا تغييرا جذريا حول موقفها من الخلاف الحدودي بين البلدين. في خطاب وجهه للشعب السوداني، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنه يهني الشعب السوداني على رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، حيث أكد بأن السودانيين لا يرعون ولا يدعمون الإرهاب، وأن حكومته عملت بشكل متواصل في مفاوضات طويلة من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد بأن السودان دفع مبلغا لتعويض ضحايا انفجاري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام من صادرات الذهب السوداني. وقال بأن القرار سوف يفتح الطريق أمام عودة السودان إلى المجتمع الدولي، وسيفتح الطريق كذلك للنقاش حول ديون السودان البالغة 60 مليار دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تغريدة له بأن على السودان أن يدفع 335 مليون دولار كتعويض لضحايا أمريكيين، وفي حال دفع السودان سأقوم بتوقيع أمر تنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. تدهور الأوضاع المعيشية في إريتريا بسبب الحظر الصحي ونقص الإمداد البترولي. الرئيس الجيبوتي يرفض مقابلة الرئيس الإريتري. رئيس الوزراء السوداني يهني شعبه برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
استمعتم فيما مضى مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم أينما كنتم داخل البلاد وخارجها، وأنتم تتابعون حلقات من برنامج أو بث برامج إذاعة إرينا الدولية التي تأتيكم دوما من باريس ومن مناطق أخرى، حيث نلتقي بمستمعينا الأعزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديث. في حلقة اليوم من برنامج متابعات، أسعد كثيرا أن نلتقي بالأستاذ إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، المعروف بالأستاذ إدريس خليفة. أستاذ إدريس، مرحبا بك في إذاعة إرينا الدولية، إذاعتك من باريس. هذه إذاعة إرينا. يا أهلا وسهلا ومرحبا بإذاعة إرينا ومستمعيها الكرام. جميل. لا أذيع سرا إذا قلت يعني أنا دائما اتصالاتي مع باريس هي اتصالات بتاعت موجهات وإرشادات وتفاهمات مع أستاذنا فتحي عثمان رئيس القسم العربي والإدارة هناك. يمكن ما حظوظي ما كثيرة مع المستمعين، لأول مرة أنا أسعد أنه أتصل من ميلبورن لباريس حيث المقر هناك. فمرحبا بك مرة ثانية أستاذ إدريس. الله يخليك أستاذنا، والله أنا الأسعد ولي الشرف أنه ألتقي بقامة مثلك أستاذ أحمد، وحقيقة يعني يتشرف كل إنسان بأن يستمع إلى أحمد شريف، فما بالك أن يكون معه طرف في لقاء من اللقاءات. لا والله هذا كثير شوية أفتخر وأعتز بهذا اللقاء بالرغم أنه ما أعتقد أنه أرقى إلى تقديم ما هو مناسب أو ما تراه أنت مناسبا، لكن يكفيني شرفا أنني معك على الهواء، ويكفيني شرفا أنني مع الأستاذ أحمد شريف القامة الإعلامية. والله أنا أشكرك على كلماتك الطيبة، في نفس الوقت نحن لسنا استثناء، وأنا أسعد أكثر وأكثر لأنه أتحدث إلى رجل لغوي وأستاذ معلم مهنة التدريس وأستاذ لغة عربية، واللغويون دائما نحن يعني نعطيهم احتراماتهم التي ينبغي أن تكون. وأنا حقيقة أستاذ إدريس طبعا تعرفنا من خلال الصداقات في الفيسبوك، ولكن برضو شفته قبل يومين والحمد لله يعني، وهو يعمل تقدمة لكتاب أستاذنا فتحي عثمان، ومن هنا نحييه على كتابه الأخير الشرعية السياسية، وهو امتداد للكتاب الأول وبرضو منتصف للتساؤلات السياسية اللي القادمة واللي عملها. فكانت قراءة ممتازة يا أستاذ إدريس وجيدة جدا. ولكن حديثنا اليوم حول الجائزة التي منحت من قبل منظمة تنمية الإعلام الإفريقي لإذاعة إرينا الدولية، حيث فازت بجائزة الشجاعة الصحفية في إفريقيا. فأنا والله سعيد أنه نناقش وياك هذا الموضوع. فأول ما رأيك في هذه المناقشة أستاذ إدريس؟ والله جميل جدا أن نناقش مثل هذه الأمور، وأنا الأسعد من الأستاذ الكريم، وعلى الرحب والسعة إن شاء الله نبدأ وننطلق في مناقشة بصفة عامة، وأرجو أن نكون خفيفي الظل على المستمع وفي نفس الوقت مفيدين ومستفيدين بإذن الله تعالى. جميل. كده ادينا شكرا لك أستاذ إدريس. أستاذ إدريس كده يعني علاقتك بالسماع للإذاعات، طبعا ما في إنسان ما بيسمع الإذاعات، ودايرين إنك تقدم لنا لمحة أو قبل اللمحة التاريخية أستاذ إدريس كده برضو من حق المستمع يتعرف على الأستاذ إدريس خليفة أبو هاشم هو مين، ولقب أبو هاشم هل هو نسب ولا لقب؟ تفضل أستاذنا أبو هاشم، أدينا خلفية عن سيرتك الذاتية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. حسنا أستاذي، أنا كما أسلفت أستاذنا الكريم اسمي إدريس سليمان خليفة، وطبعا كأي مهاجر إريتري اضطرتنا الظروف للجوء إلى السودان في فترة مبكرة من العمر. تلقيت دراستي الأولية فيها، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية ودرست المرحلتين المتوسطة والثانوية، ثم المرحلة الجامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في كلية اللغة العربية وآدابها. بعد ذلك
انتقلت إلى الرياض وعملت مدرسا في المدرسة الإريترية العالمية لمادة اللغة العربية من العام 2001 وحتى العام 2008. تدرجت بعد ذلك في السلك الإداري، فعملت مشرفا إداريا ثم مديرا إداريا ثم مديرا للمدرسة في آخر سنة بعد ما غادر الأستاذ عبد صالح المدرسة. كعادة كل إنسان لم يجد موطئ قدم في بلده ولم يجد المكان التي تليق به كمواطن فضلا عن غيره كأكاديمي، اضطرتنا الظروف إلى البحث عن وطن بديل وسلكنا طريق الهجرة مجددا، فألقيت الترحال وأرجو أن لا تكون هذه أن لا يكون هذا آخر ترحالي. ألقيت عصا الترحال في باريس على أمل أن تكون عصا الترحال الأخيرة في الوطن الحبيب. إن شاء الله. هذه نبذة مختصرة عن إدريس. جميل. متى يعني وصلت فرنسا؟ أنا في فرنسا وصلت تقريبا لي سنة الآن في سبتمبر من عام 2019. نسأل الله أنه يديك الاستقرار والسلام ومع أسرتك العزيزة إن شاء الله، يعني تكون يعني فرنسا يعني هي مربض العودة إلى أرض الوطن إن شاء الله بإذن الله. أستاذ إدريس، طيب أبو هاشم دينا أبو هاشم اللقب ده شنو؟ والله أبو هاشم وعاش أبو هاشم طبعا دي كل إنسان عنده نرجسية تتعلق بذاته أو بشخصيته. وإحنا في بواكير الصبا طبعا أنا عاشرت الأيام الأحزاب في في الديمقراطية الثانية في السودان في حكومة الصادق المهدي. وكان يتردد دائما لقب أو عاش أبو هاشم أو عاش أبو هاشم للسيد محمد عثمان المرغني. فطبعا هذا اللقب شوية أو الحكومة الائتلافية يعني. أي نعم، الحكومة الائتلافية. فهذه الكنية أشعرتني بنوع من حب للزعامة أو زي ما تقول أنت نوع الفئوية أو النخبوية أو السلطوية يعني. فدائما كانت توقيعاتي حتى في أوراق الاختبارات عندما يطلب منا التوقيع في المرحلة المتوسطة كنت أوقع بالسيد أبو هاشم. أوكي. فأخذ الزملاء على هذا الاسم حتى كانوا ينادون السيد أبو هاشم. بعد ذلك تحررت من لقب السيد وأبقيت على أبو هاشم، وعاش معي اللقب وعاشت معي الكنية وعاش أبو هاشم وأي نعم وانتشرت بين الزملاء، ففضلت أن تكون خلاص كنيتي حتى حينما يرزقني الله سبحانه وتعالى بابن. أول ابن سأسميه هاشم، والحمد لله رب العالمين ثبت الكنية على ابني هاشم. يا سلام، الآن أنت أبو هاشم حقيقي يعني. أي نعم ما شاء الله، ربنا يخلي هاشم وأخوانه. طيب يا سيدي الكريم، يعني والله يعني بروفايل جميل، وطبعا انت الاجمل استاذنا. اهلنا المراغنه طبعا الصوفيه وكده يعني مكانتم وعاش ابو هاشم وان شاء الله. وانت عارف طبعا المراغنه مولانا سيد محمد عثمان المرغني هو راعي الطريقه الختميه في السودان وإريتريا. الختميه في السودان وفي إريتريا. نعم. ولا اخفيك سرا، انا يعني رغم انه تاثر بهذا الاسم وهذا اللقب واعجابي به هذه الكنيه، الا انني يعني انتميت في فتره بواكر حياتي التعليميه لجماعه انصار السنه المحمديه. على النقيض تماما وحتى دراستي كانت يعني في دراسه سلفيه بحته عندما كنت في المدينه المنوره. فالاتجاه الكنيه غير، والاتجاه اللي امثله او الاميل اليه كنت في اتجاه اخر، لان انا يعني. وهل احدثت مراجعات ابو هاشم في الفكر؟ لا، أنا ما زلت إنسان يعني متمسك بالعقيدة السلفية أو منهجي، يعني أميل إلى أو أنا أتمسك بالمدرسة السلفية. جميل. مع احترامي لبقية المدارس طبعا وبقية الأفكار. جميل. وأهل السنة والجماعة والدين وسط طبعا، وجعلناكم أمة وسطا. نعم. لتكونوا شهداء على الناس. نعم. صدق الله العظيم إلى آخر الآية. أبو هاشم، طيب كده نرجع لتاريخك الإذاعي. يعني أنت من 200 حسيت انه انت قاعد تستمع للاذاعات يعني، وانت مع الخلفيه اللي قلتها طبعا. احنا طبعا يعني كنا نستمع للاذاعه اكثر شيء في بواكير حياتنا. نحن في المرحله الابتدائيه طبعا الواحد يكون مشغوف بالبرامج الرياضيه وكده، فاول استماع او لفت نظر لي بالنسبه للاذاعه كان عالم الرياضه في اذاعه درمان. اي نعم. كويس. وبعد ذلك يعني توالى الاهتمام انه كنا متابعين بالذات في ايام الحروب الاخيره وانتصار الثوره الاريتريه والجبهه الشعبيه وسيطرتها على معظم المناطق الاريتريه. يعني كنا شغوفين بصوت الجماهير الاريتريه.
الإريترية في بواكيرها. فما كان يجذبنا إليها الأخبار، وطبعا أنت عارف وكذلك المقاطع الموسيقية كانت عامل جذب كبير بالنسبة لنا، باعتبار أنه ما كنا بنلاقي أشرطة الكاسيت أو ما نحضر حفلات في ذلك الوقت وكذا. فدي كانت البداية والبواكير. حتى لما جيت إلى السعودية في العام 89 أو نهاية 89، يعني كنت أحاول أربط سلك في المذياع أو الراديو اللي عندي لأتمكن من التقاط إذاعة صوت الجماهير الإريترية. صوت الجماهير، نعم، الإريترية. بعد ذلك يعني تطور الأمر طبعا في المملكة العربية السعودية، فكنت أتابع إذاعة MBC FM، وهي تقريبا أول أثير أو إذاعة كانت تبث في المملكة العربية السعودية، وكان غالبة برامجها طبعا برامج ترويحية من أغاني موسيقية وأخبار موسيقى والأخبار العامة. أيوة. بعد ذلك طبعا طغت الثورة تطور الإعلام والتلفاز وانتشار الفضائيات، غطى بشكل كبير على البرامج الإذاعية وخلى الناس تكون منصرفة عنها بشكل كبير. بعد ما طبعا اختلف الوضع في إريتريا والناس بدأت تلجأ إلى المواقع الإسفيرية للتعبير عن نغمة وعن اعتراضها وعن سخطة عن النظام الموجود في إريتريا. طبعا تحول الأمر إلى الإنترنت، ومن الإنترنت بدأت الإذاعات الرقمية الموجودة حاليا، ومن ضمنها إذاعتكم الموقرة إذاعة إرينا، وعلاقتي بها فترة طويلة تقريبا من العام 2015. طيب مزبوط، يعني من بداية تأسيس يمكن القسم العربي. نعم. أنت متابعة يعني. طيب أنا بداية التأسيس مع طبعا بحكم العلاقة اللي كانت موجودة بينه وبين الأستاذ فتحي، فكان عامل الجذب مع وجود إذاعات ثانية طبعا، فكان عامل الجذب لهذه الإذاعة طبعا وجود الأستاذ الإعلامي الصحفي نستطيع أن نقول الموسوعة فتحي عثمان، وكان فيما بعد طبعا إضافة ثرية أو إضافة غنية له الإعلام المخضرم حضرتك أستاذ أحمد شريف. طبعا أحيانا المؤثرات الخارجية بتلعب دور كبير في تتبع البرامج الإذاعية، فأحيانا تجد الإنسان اللي يتابع إذاعة أو برنامج معين لوجود شخصية مؤثرة في هذا البرنامج. فحقيقة يعني رغم أنه عدم متابعة للسياسة بشكل دقيق، إلا أنه وجود الأستاذ فتحي عثمان على رأس البرنامج العربي في ذلك الوقت جعلني أعطي اهتماما كبيرا لهذه الإذاعة. هذه إذاعة إرينا. طيب ماذا تفتقد في الإذاعة أستاذ إدريس؟ والله هو الآن للأسف الشديد يعني دائما أنت كصاحب سلعة أو كمنتج يتحكم عليك المستهلك أو المتلقي أو من تعرض له البضاعة. نعم. فللأسف الشديد هنالك إخفاق، لا نقول من المقائمين على أمر الإذاعات، ولكن هم يواجهون في ذات الوقت إحباط لعدم وجود الاهتمام. يعني اليوم أنا لما أفرش بالأسلوب البلدي يا أستاذ أحمد بضاعتي للمشتري وما أجد القبول أو التلقي من الإقبال على هذه البضاعة، فواحد من أمرين: إما أنني سأعزف مباشرة عن هذه البضاعة وأصرف النظر عن هذا النشاط واتجه إلى نشاط آخر، أو أنني سأكون يعني مستمرا بنوع من الإحباط وبنوع من الضعف يعني، وليس ذلك أو التراخي. فالإذاعات هي تفتقد الآن تفاعل المستمعين. فحقيقة لو وجدت هذه الإذاعات، وخلينا أنا أقولها بالأسلوب البلدي والمفتوح، نحن من نتشدق بأننا أصحاب ثقافة عربية في إريتريا، يعني اهتمامنا بهذا الجانب ضعيف جدا أو يكاد يكون معدوم، وبالتالي دائما ما تكون ثورتنا حينما نفقد هذا المجال. لكن تفاعلنا مع هذه الإذاعات أو مع هذه البرامج أيا كان، سواء كان إعلاما مرئيا أو مسموعا أو مقروءا، تجد أن التفاعل معه تفاعل ضعيف جدا. هذا في حد ذاته يؤدي إلى ضعف الإنتاج. الإنسان بمقدوره أن يعطي كل ما عنده، وأن يتفانى في الإعطاء، وأن يتفانى في الإخلاص وتقديم ما لديه من إمكانات، لكن ضعف المتلقي وعزوف المتلقي يجعل هذا الإنسان صاحب الإمكانية وصاحب المجهود الجبار في نوع من التراخي. الإذاعات يعني غالبا ما ينقصها التحليل الدقيق للواقع أو للأحداث السياسية أو الواقعية في المجتمعات، وهذا طبعا يعود
إلى ضعف المتلقي. أنا إذا كان والله يعني ما أتفاعل مع كل هذه البرامج، فتجد أن الإعلامي أو الإذاعي يقدم الحد الأدنى أو الكفاف من البرنامج ضمانا للاستمرارية وأملا في أن يتلقى أن إقبال المتلقين على هذا الأمر، وبالتالي نعم مضاعف. أستاذ إدريس، والله أنت شفت خشيت لنا في الجرح ذاته زي ما يقول، وخطيتنا في الصورة كأنك أنت القائم بالاتصال، يعني كأنك أنت طيب واحد لو سأل أستاذ إدريس وفعلا بالمناسبة في الإعلام الحديث المتلقي هو المرسل الحقيقي على فكرة. أنت يعني لو سألناك نقول لك من أين لك هذا الموقف أو هذه القراءة من وين، لو قالوا لك مثلا واحد من المستمعين. جميل أستاذ، جميل. أنا مريت بهذه التجربة وأنا مدرس للغة العربية. أنا لما كنت في الرياض يعني كان عندي أكثر من نشاط أستاذ أحمد. إحنا كمجموعة لو سمعت أسسنا في فترة من الفترات الشروق للآداب والفنون. هذه جمعية أو مجموعة أسست من شباب الرياض، على رأسهم كان الأخ عبد العزيز محمد عبد العزيز مرانت، وهو موجود حاليا في القاهرة، وأنا عبرك أحييه. والله. وكان معنا الأستاذ وأخ عبد الرزاق حسن فكاك، والأخ الباشمهندس موسى رمضان أو موسى عوال الخير. وهذا الرجل بيكتب الآن تقريبا في الحركة الطلابية في الفيس في صفحته باسم القادم أفضل. نعم. بالمناسبة أستاذنا، أنا لقيت لك يعني متابعات في المجال ده في جامعة أسمرة، حوارات اللي أجريتها مع أحد الأخوة، وأنا بدور أحيلك لهذا الأخ كتب عن جامعة أسمرة أو عنده كتابات متصلة بعنوان جامعة أسمرة فرت من قسور، يعني تناول فيه الحركة الطلابية منذ فترة الأربعينيات وإلى عهد الثورة، فعنده مجموعة حلقات لو تتابعها جدا مثري الموضوع يعني. فالشاهد احنا نعد البرامج سواء كان في الشروق للآداب والفنون أو سواء كنا في الجالية، كان إسهامات مقدرة، لأنه كنت عضو في اللجنة التنفيذية من العام 2012 وإلى أن غادرت الرياض. أنا كنت عضو لجنة تنفيذية في الجالية الإريترية. بحكم موقعي في المدرسة دائما حينما نعلن عن النشاطات باللغة العربية، سواء تكون صحيفة، سواء تكون مسابقات شعرية، مسابقات عامة، أولا لا نجد التفاعل في المشاركة في الإنتاج. 1 2 لا نجد ننتج بأنفسنا، ولكننا نواجه ضعف الإقبال في المتابعة، سواء كان في الحضور أو سواء كان في القراءة لما ينشر. فهذا الفهم المبسط يعني في هذا العمل البسيط أكيد بيلقي بظلاله على العمل العام. فنفس الواجهة هذه أو المشكلة اللي واجهتنا، أعتقد أنها تواجه الإعلام المكتوب أو المقروء المسموع أو المشاهد باللغة العربية. إذا كان ما في تفاعل فللأسف الشديد بالمقابل نجد في الثقافات الأخرى ذلك الكم الكبير. نحن هسي فعلا أنت أصبت الحقيقة. هذه مشكلة عامة، يعني مشكلتنا مشكلة عامة. أنا أقول من خلال متابعة ومن خلال يعني تجارب. نحن يمكن أن نفرد لها مساحة من النقاش. لماذا؟ ما هي الأسباب وكيف يمكن الحل؟ أستاذ إدريس، زي ما بيقولوا يعني آسف على المقاطعة، في نفس الوقت يعني أنت باعتبارك متابع لإرينا البرنامج العربي من 2015 زي ما قلت، لو كانت في تفاعلات من المستمعين كنت حتستمع لمداخلات مشاركات وحاجات كده. فنحن بس بتسمع أخونا أستاذنا فتحي وتسمع صوت عبدك العبد الفقير إلى الله. شفت كيف؟ ولذلك بتقول فعلا هؤلاء الناس يعني دليل عشان ما في تفاعل. أستاذ ريس، أنا أشكرك لأنه زمن البرنامج انتهى، ولكن إن شاء الله موضوعنا الرئيسي اللي هو إذاعة إرينا الدولية وفوزها بجائزة الشجاعة الصحفية في أفريقيا، كيف تقرأه وما هي دلالاته، وفي نفس الوقت كيف يمكن أن تحفز إلى مزيد من التفاعل. في نفس الوقت هذه المشكلة عدم التفاعل من المستمع حتى بالرأي والرأي الآخر. ونحن أستاذ فتحي دائما مع كله بس يعني لو كان في معلش آسف على المقاطعة أستاذ أحمد، لو كان هنالك في مشاركات، أكيد من خلال مشاركات ستصل إليك اقتراحات، وستصل إليك اقتراحات لموضوعات، اقتراحات لقضايا للنقاش وإلى آخره يعني. دائما يقال ومن المناقشة ينبثق النور الذي يضيء لنا الطريق. فلو كانت هنالك تفاعلات وكان هنالك نقاش، ربما هذا كان سيولد برامج متنوعة كثيرة. يا سلام، والله نشكرك نحن باسم إذاعة إرينا الدولية، نشكرك على هذه الرؤية. وإن شاء الله نحن
سنستفيد من آرائك وأفكارك، والمجال مفتوح، والمجال مفتوح إن شاء الله. ونحن والله أنا من خلال هذا اللقاء أنا أسعد بهذا اللقاء، وأسعد باستناراتك، وحنستفيد من تجاربك وآرائك، ونعتبرك يعني إذاعتك مفتوحة لك بإذن الله، اعتبارك أنت إرنا هي الدولية لكل المستمعين. وأنا بدوري أشكركم أستاذ على إتاحة هذه الفرصة، وأرجو أن أكون قدمت شيئا يسيرا فيه الفائدة نشكرك الكريم. على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة عشان ما نكمل ما بدأناه من حديث. وحقيقة أنا بحييك باسم كل المستمعين وباسم فريق العمل في إذاعة إرنا الدولية، ونلتقي بك في الحلقة القادمة. مستمعينا الأعزاء، كان معكم أستاذنا إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في حديثه للجزء أو الحلقة الأولى من برنامج متابعات. سنلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة لنتحدث عن إذاعة إرنا الدولية وفوزها بجائزة الشجاعة الصحفية في إفريقيا. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف برفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سيمون في الإشراف والإخراج والهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. تدهور الأوضاع المعيشية في إريتريا بسبب الحظر الصحي ونقص الإمداد البترولي. تفيد مصادر لإذاعة إرينا بأن سكان المدن في إريتريا أصبحوا يعانون بصورة متزايدة من شح المياه وانقطاع التيار الكهربائي الدائم مع وصول الحظر الصحي والقيود على الحركة إلى شهرها السابع. الرئيس الجيبوتي يرفض مقابلة الرئيس الإريتري. أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة من أديس أبابا بأن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي رفض الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للقاء الرئيس الإريتري إسياس أفورقي في مدينة بهردار في زيارة الأخير إلى إثيوبيا والتي استمرت 3 أيام. رئيس الوزراء السوداني يهني شعبه برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. في خطاب وجهه للشعب السوداني، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنه يهني شعب السودان على رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، حيث قال بأن السودانيين لا يرعون ولا يدعمون الإرهاب، وأن حكومته عملت بشكل متواصل في مفاوضات طويلة من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد بأن السودان دفع المبلغ لتعويض ضحايا انفجاري سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام من صادرات الذهب السوداني. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.